هذه المسيرة في كل المجالات. وتعلمون أن أعداد المهندسين التي قفزت خلال 17 عاما من 180 ألف مهندس إلى ما يزيد على 500 ألف مهندس الآن. تفرض علينا هذه الأعداد ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يتواجد في جميع المصالح والوزارات والمشروعات والمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والعسكرية في كل مكان في مصر. وإن ممارسة النقابة لدورها الفاعل بعد مرور 17 سنة من فرض الحراسة عليها يجعلنا نتطلع اليوم إلى أن تقوم بدورها كما نص عليه قانونها بأنها الجهة الاستشارية للدولة في تخصصاتها الهندسية، كما نتطلع إلى قيامها بأدوار أكبر في خدمة المهنة والارتقاء بمستوى الأعضاء وإعداد القيادات الهندسية في وقت تقتضينا فيه المسؤولية الوطنية أن نكون طاقة بناء ونماء وإعلاء لشأن مصر وعزيمة أبنائها. وكما يقول شاعر النيل حافظ، كما تعرفون، حافظ إبراهيم، في مصر التي تتحدث عن نفسها: إنما مصر إليكم وبكم وحقوق البر أولى بالقضاء. حقوق البر أولى بالقضاء من المهندسين. ويطيب لي في يوم المهندس المصري أن أطرح معكم بعض القضايا التي أحب أن تدرسوها لكي نصل إلى ما نريد من رقي للمهندس المصري ولمصر في كل المجالات. أولاً، إن أكثر من 75 تخصصاً هندسياً دقيقاً تنتظمها الشعب السبعة المهنية للنقابة: المدني والعمارة والميكانيكا والكهرباء والكيمياء النووية، التعدين والبترول والفلزات والغزل والنسيج. تحت هذه 75 تخصص تفرض على النقابة المشاركة بحجم حقيقي ودور فاعل في نهضة مصر ودفع قاطرة التنمية. والبشر والخبرة هم الكنز الحقيقي لمصر في مختلف المجالات. فهذه ثروة حقيقية ونريد أن توظف توظيفاً حقيقياً في مشروعنا الكبير مصر الجديدة، مصر التي تمتلك غذاءها ودواءها وسلاحها لكي تمتلك بحق إرادتها. مصر التي مضت قاطرة تنميتها بثورتها ولا يمكن أبداً أن تعود إلى الخلف. المهندسين في القلب من ذلك. في الثورة مع باقي المصريين في المرحلة الانتقالية والانتخابات، والنقابة كان فيها انتخابات وغيرها من النقابات، في المسؤولية والإنتاج والصناعة وكل المجالات، فالمهندسين في القلب من هذا. فبإرادة المصريين وإرادة المهندسين والهندسة نمضي، لا نلتفت إلى الخلف أبداً. إذا كان هناك من أعداء هذا الوطن من خارجه من يتصور أو يحلم أو يفكر أو يدبر أو إلى آخره في أن مصر يمكن أن تعود خطوة واحدة إلى الخلف، فهو واهم. واهم يضيع وقته، واهم يضيع وقته.
مصر إلى الأمام بالهندسة وكل المجالات الأخرى إلى الأمام، تنمية حقيقية وعلم وتكنولوجي وبحث وإنتاج بإرادة وصناعة وزراعة حقيقية بسواعد أبنائها وبإرادتنا التي أبدا لن يؤثر عليها أحد بسلبية كائنا من كان. هذا أمر انتهى عصر بات قديما باليا. نحن اليوم إلى الأمام ننظر لنعيش مع هذا العالم على قدم المساواة، لا نعتدي على أحد، ولكن أيضا لا نسمح لأحد كائنا من كان على الإطلاق لا أن يتدخل في شؤوننا ولا يعتدي علينا ولا يفكر مرة إنه جرب نفسه معانا. المهندسين العسكريين هم اللي فكروا ازاي يهدوا خط بارليف اللي قالوا عليه خط لا يقهر واتهد. وهم اللي فكروا ازاي يعملوا الكباري والتعدية، وانتوا شفتوا الصورة واحنا كلنا بنحس بالفخر كده لما بنشوف ازاي الكباري بتتعمل والهندسة العسكرية شغالة، وعسكرية وهندسة مع بعض زي غيرهم من أبناء مصر ساعتها في الجيش. دبابات عدت الناحية التانية بالأفكار العظيمة. نحن نريد من هذه النقابة، من هذا القطاع، أن يبدع في هذه المرحلة بالفكر في البناء، بالفكر في النهضة، بالفكر في عدم تضييع الأوقات أو إضاعة الفرص. احذروا أن يضيع عليكم السفهاء الفرص. هذا أمر حسم بيننا لكي نمضي، هذا أمر حسم بيننا لكي نبني، هذا أمر حسم بيننا لكي نعمل وننتج ونفعل، فلا مجال لإضاعة الأوقات أو تضييع الفرص. المهندسين في القلب من هذا الكلام. ثانيا، تنتظر مصر الثورة أن تشهد مزيدا من الارتقاء بمهنة الهندسة والتدريب والتطوير المستمر للمهندسين الذين يتواجدون في القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال وفي مختلف الوزارات: الإسكان والصناعة والزراعة والتربية والتعليم والبترول والكهرباء والري والتعليم العالي والإنتاج والاستثمار. المهندسين موجودين في كل ده، والقوات المسلحة والشرطة والاتصالات والنقل والمواصلات، والمجالات كثيرة جدا. فمصر عايزة تشوف تدريب جديد وكوادر جديدة وفعل وكفاءة عمل efficiency بجد في المجالات المختلفة بسواعد أبنائها وريادة المهندسين فيهم. ثالثا، يتحتم على الدولة أن تضع مهندسي مصر فيما يستحقونه من مكانة، وأن يكون لهم التقدير الذي يليق بهم، خصوصا أولئك العاملين بالحكومة. مش معنى كده إن في حد أحسن من حد، لكن بتكلم على الحظوظ في التقدير. فإحنا الحقيقة التقدير للجميع، ويجب أن توفر فرص العمل لكل خريج الهندسة من أبنائنا في كل المجالات، وهذا ما نسعى إليه. التقدير المادي واجب، والتقدير المعنوي مهم، والتقدير المهني بقدر ما يعطي أبناء مصر لها يأخذون، والمهندسين في القلب من ذلك. تراعي الدولة ذلك باهتمام كما يحدث مع باقي المهن الأخرى. لا بد من الرعاية والعناية بأبناء المهن كلهم، وإحنا النهاردة بنتكلم عن المهندسين، فحقكم مكفول
والنقيب قال أظن كلام عن الكادر يعني، وهذا كلام طبيعي. إن شاء الله بتدرس كل الحقوق كما يطلب منكم أداء الواجبات. رابعاً، أتطلع إلى مزيد من العناية الاجتماعية بالمهندس المصري وأفراد أسرته، وأنتظر من النقابة ذات السبق دائماً في ذلك مشروعاً متكاملاً في هذا الخصوص. وكما أولت الدولة عناية بالعمل النقابي عموماً، فإنها ستدعم كل مشروع يزيد من قدرات المهندس